في فيديو النهارده هنتكلم عن الليدز كونفرجن تراكنج. كنا اتكلمنا في فيديوهات سابقه قبل كده ان انت لو انت عندك سيرفيس بيزنسز، يعني انت مش بتبيع منتج على متجر الكتروني، انت عندك عياده او عندك كافيه او عندك شركه بتعمل صيانه لاي خدمه ما، فبيكون الهدف بتاعك ان انت ما بتعملش مبيعات على الموقع، لكن بيكون الهدف ان انت عايز يحصل تواصل معاك من العملاء عشان تبدا تنفذ معاهم الخدمات اللي انت بتقدمها. وعلى حسب كل بيزنس بيكون شكل الليد اللي انت بتدور عليه. فممكن يكون نوع بيزنس بيدور على مكالمات، يعني عايز العملاء المستهدفين يتصلوا عليه، يدخلوا الموقع فيلاقوا زرار يدوس على الزرار ده فيتصل بصاحب البيزنس. او ممكن يكون عايز محادثات، ان العميل المحتمل يبدأ معاك محادثات على الواتساب، او ان الليد اللي انت بتدور عليه يكون فورم سبميت، يعني نموذج تواصل يكون فيه مجموعة بيانات زي الاسم ورقم التليفون والرسالة، وبعدين يتم ملء النموذج ده ويتم ارسال النموذج ده ليك، وبعد كده انت تبدأ تتواصل مع العميل ده. فهنشوف ازاي نعمل الخطوات دي بالتفصيل. اول خطوه معانا ان احنا هنعمل بريفيو للصفحه اللي هي فيها بيانات التواصل، وبعدين نشوف ايه الايفنتس اللي هيظهر معانا. فهندوس كده على بريفيو، بعدين ندوس على كونكت، هنروح لصفحه كونتاكت لان دي اللي فيها بيانات التواصل وفيها نموذج التواصل. هنلاقي موجود معانا هنا كده البيانات بتاعت التواصل، هنا التليفون وهنا رابط الواتساب وده نموذج التواصل. فخلينا نتعامل الاول كده مع التليفون. نرجع بس هنا كده الاول للتاج اسيستنت، ندوس على كونتينيو، ادي اول خطوه اللي احنا فتحنا فيها الصفحه الرئيسيه، وبعد كده رحنا للصفحه بتاعت كونتاكت. نرجع هنا كده وندوس على الرابط ده اللي هو بتاع التليفون. زي ما احنا شايفين الرابط ده بيبقى مكتوب تحت كده اللي هو تل، وبعد كده نقطتين، وبعد كده رقم التليفون. لو انت فاتح الصفحه دي من الموبايل ودوست على الرابط ده هيحولك على الاتصال عشان تتصل بالتليفون ده. احنا بس هنجرب كده نعمل عليه كليك، وبعدين نقفل هنا. نرجع هنا لتاج اسيستنت، هنلاقي فيه لينك كليك ظهر معانا هنا اهوت. فخلينا نشوف هنا كده الاي بي اي كول، ندور هنا كده على حاجه تخص الكليك. فمش هنلاقي كده ايه، مفيش يعني كاستم ايفنت زي ما كنا متعودين في الجزء بتاع الاي كوميرس. فخلينا ننزل تحت كده نشوف الفاريبلز. يعني في هنا كده شويه فاريبلز موجوده بشكل تلقائي، زي الرابط اللي انت ضغطت عليه. يعني انت لما رحت للصفحه دي كنت رايح من انهي رابط يعني. فيعني زي ما احنا شايفين كده مفيش فاريبلز كتيره خاصه بالكليك. فاحنا هنرجع كده للصفحه الرئيسيه بتاعت الكونتينر اللي احنا شغالين فيه بتاع جوجل تاج مانجر، وهنفعل الفاريبلز الخاصه بالايفنت اللي هو الكليك. هنرجع هنا كده لجوجل تاج مانجر، وبعد كده نروح هنا الفاريبلز. هنلاقي هنا البيلت ان فاريبلز ما فيهمش حاجه خاصه بالكليك، والحاجات اللي احنا عرفناها بنفسنا برضو ما فيهاش حاجه خاصه بالكليك. هندوس هنا كده على configure، هننزل تحت هنا كده هنلاقي في قسم خاص بالكليكس، نعلم على كل الفاريبلز دي عشان تظهر معانا. بعدين نقفل هنا كده، هنيجي نبص نلاقي في البيلت ان فاريبلز هنلاقي الحاجات الخاصه بالكليكس كلها موجوده هنا. ده الكليك كلاس والكليك اليمنت، الكليك اي دي، الكليك تكست. ندوس على بريفيو، بعدين نعمل كونكت وكونتينيو، نروح لصفحه كونتاكت، بعدين نضغط على الرابط بتاع التليفون، كانسل. نرجع هنا كده لتاج اسيستنت، ادي اللينك كليك. لو نجينا كده تحت الفاريبلز هنلاقي ظهر معانا كده شويه فاريبلز جديده، الكليك كلاس، وهنلاقي معانا هنا كده الكليك اي دي، وهنلاقي ظهر معانا هنا الكليك تارجت والكليك تكست والكليك يو ار ال. فاحنا كده هنختار ان احنا نشتغل على واحد من دول، هنختار نشتغل على الكليك يو ار ال ويكون هو ده التريجر بتاعنا. نرجع هنا كده للصفحه الرئيسيه، هنا كده التاجز، بعد كده ندوس على نيو زي ما احنا متعودين، بعدين تاج كونفيجريشن، هنختار ان هو جوجل اناليتكس، وبعدين نختار ان هو جي اي 4 ايفنت. الميجرمنت اي دي زي ما احنا متعودين احنا عرفناه بكونستانت اللي كان اسمه جي اي 4 ام اي دي فار. وبعد كده الايفنت نيم، هنختار الايفنت اللي هيظهر لنا في جوجل اناليتكس، فخلينا نسميه مثلا فون لينك كليك. وبرده زي ما احنا عملنا مع الاي كوميرس ممكن نبعت هنا ايفنت بارامتر. لو رجعنا هنا كده للتاج اسيستنت، البارامترز اللي احنا ممكن نبعتها، ممكن نبعت الكليك اي دي والكليك يو ار ال والكليك تكست. فلو رجعنا هنا كده لجوجل تاج مانجر، لو قلنا الاد بارامتر، هنلاقي ان ده جوجل اناليتكس عارف زي ما انتم شايفين اهوت بيقول ان هو نون بارامتر بالنسبه لجوجل اناليتكس. لو قلنا اللينك يو ار ال هنلاقيه بنفس الطريقه برضو. وبعدين هنختار القيم بتاعتهم من هنا كده. ده كده اللينك، احنا قلنا ده ايه، ده اللينك تكست، نختار ان هو اللينك تكست او الكليك تكست. وهنا اللينك يو ار ال نختار برضو اللي هو الكليك يو ار ال. بعدين ننزل هنا كده على التريجرنج، التريجر الخاص بالكليك مش موجود، فهندوس هنا كده على علامة الزائد، التاج كونفيجريشن، هنختار ان هو جاست لينكس. لو احنا سيبنا التريجر بنفس الشكل ده فده معناه ان هو هيعمل تراكنج او تتبع لاي لينك انت بتضغط عليه، لكن احنا عايزين نحدد اللينك الخاص برقم التليفون. فندوس على some link clicks، وبعدين نرجع هنا كده على تاج اسيستنت تاني،
ممكن نختار نقول ان انت عايزين نعمل تتبع لللينك اللي اليو ار ال بتاعه بيساوي رقم التليفون ده، او اللي هو الجزء ده كده. نرجع هنا كده هنختار نقول الفاريبل بتاعنا ان هو اللينك زي ما قلنا الكليك يو ار ال كونتينز، يعني بيحتوي على النص ده. خلينا بس نوضح حاجه هنا كده، ده كده المفروض ده كده رابط، يعني تل بعد كده نقطتين وبعد كده الرقم ده كده، ده كده كانه رابط. فلو احنا بنعمل تتبع لزر تاني، فخلينا مثلا نعمل تجربه. لو رجعنا كده الصفحه اللي احنا شغالين عليها، لو دوسنا على الايقونه ديت اللي هي بتاعه الاكونت، لو دوسنا عليها كده بعد كده رجعنا لتاج اسيستنت، بعدين جينا هنا كده اللينك كليك، هنيجي نبص نلاقي التكست هنا او الكليك يو ار ال هيكون شكله كده. فلو احنا بنعمل تتبع للزرار ده هنقول ان احنا عايزين ان الكليك يو ار ال بيساوي كل الرابط ده. فتمام، يعني في الحاله دي الرابط ده هو نفسه الرابط اللي احنا شغالين عليه اللي هو هنا ده كده، يعني نشيل الرابط ده بتاع التليفون ونحط الرابط بتاع الزر اللي احنا عايزين نعمله تتبع. بعد كده نختار اسم للتريجر وبعد كده نعمل سيف. تمام كده كل حاجه جاهزه. هنعمل ندي بقى اسم للتاج ده وبعد كده نعمل سيف برضو وبعدين نعمل بريفيو. ادي الصفحه بتاعتنا، هندوس على كونكت وبعدين كونتينيو. هننزل هنا على الرابط بتاع التليفون، ندوس عليه كده كليك، بعدين نعمل كانسل. نرجع هنا كده لتاج اسيستنت، ادي اللينك كليك، هنيجي نبص هنلاقي التاجز فايرد، ادي التاج الخاص بجي اي 4 فون لينك كليك تاج سكسيدد فايرد. لو دوسنا عليه كده هنلاقي معانا هنا كده البارامترز اللي احنا بعتناها، اللينك تكست ده اللي هو عليه رقم التليفون، واللينك يو ار ال الرابط اللي هو بتاع رابط رقم التليفون. لو رجعنا هنا كده لجوجل اناليتكس، ننزل تحت هنا كده عشان نروح للديباج فيو، هنلاقي ظهر معانا هنا كده الايفنت اهوت اللي اسمه فون لينك كليك. لو دوسنا عليه هنلاقي معانا هنا كده اللينك تكست، ده رقم التليفون زي ما موجود في الصفحة اهوت، ده اللينك تكست. وبعدين لو جينا نشوف كده الجزء بتاع اللينك يو ار ال، هنلاقي اللينك يو ار ال اهوت اللي احنا مختارينه. بنفس الطريقة لو حبينا نعمل تراكنج او تتبع للزر بتاع الواتساب، زي ما احنا شايفين كده الزر بتاع الواتساب تحت كده اهوت موجود اللي هو الرابط بتاع الواتساب، لو ضغطنا عليه كده هيحولنا للواتساب. تمام، لو عايزين نعمل تتبع كده، لو رجعنا هنا كده نشوف الجزء بتاع الواتساب، هنلاقي تحت هنا كده ده كده برضو النص اللي مكتوب اهوت، التكست اللي موجود على الزر هو برضو رقم التليفون. وهنا كده ده الرابط، ده الرابط اللي هو بتاع الواتساب اللي هو واتساب دوت مي وبعد كده رقم التليفون. فانا سريعا كده هغير النص اللي هو بتاع الواتساب ده بتاع زر الواتساب عشان يكون شكله مختلف، ونكمل نعمل التاج بنفس الطريقة. فخلينا نعمل بريفيو كده سريعا بعد ما عدلت النص بتاع زرار الواتساب عشان نختار التريجر مظبوط ونعمل تاج مظبوط. هندوس على كونكت وكونتينيو، هننزل تحت هنا كده هنلاقي الزرار بتاع الواتساب ده النص اللي مكتوب عليه دلوقتي، ولو دوست عليه هنا كده هيودينا على الرابط اللي هو اللي بيحول على الواتساب. فهنرجع هنا كده للتاج اسيستنت، هنروح هنا كده على اللينك كليك، ندوس على الفاريبلز، هنلاقي معانا هنا كده الكليك تكست هو الكلمه بتاعت تشات اون واتساب، والكليك يو ار ال ادي اليو ار ال بتاع الواتساب. فبنفس الطريقه هنعمل بقى التاج ونعمل التريجر. نرجع كده جوجل تاج مانجر، نختار نيو تاج، بعدين configuration، جوجل اناليتكس، جي اي 4 ايفنت، الميجرمنت اي دي زي ما اتعودنا هنجيبها من الكونستانت، وبعدين الايفنت نيم هنسميه برضو واتساب لينك كليك. نقدر برضو هنا نبعت نفس الايفنت بارامترز زي ما عملنا في الرابط بتاع التليفون. دوس هنا كده وبعد كده الاد بارامتر. تمام كده ضفنا البارامترز ديت. ننزل تحت بقى على التريجر، هنختار برضو اللي هو زي ده كده هيبقى بدل الفون لينك كليك هنختار ان هو يكون الواتساب. هندوس هنا كده تريجر كونفيجريشن هيكون جاست لينكس. طبعا مش هنختار ان هو اول لينك كليكس، هنقول السم لينكس اللي هي التكست بتاعها بيحتوي على الجزء اللي هو ده اللي هو الرابط ده، او الكليك يو ار ال بيحتوي على ده. نرجع هنا تاني نشوف اخترنا ايه، ايوه كليك يو ار ال بيحتوي على الرابط ده. بعدين نديله اسم ونعمل سيف، نتاكد كده سريعا ان كل حاجه في التاج مظبوطه وبعد كده نختار اسم التاج ونعمل سيف. تمام كده التاج اهوت بتاع الواتساب موجود معانا هنا كده. هنعمل بريفيو، نعمل كونكت وكونتينيو، هننزل هنا كده على الزرار بتاع الواتساب هنضغط عليه هيحول على المحادثه بتاعه الواتساب. نرجع بقى هنا كده لتاج اسيستنت، هنلاقي اللينك كليك هنا اهوت، التاجز فايرد التاج بتاع جوجل اناليتكس 4 الخاص بالواتساب لينك كليك. لو رجعنا هنا كده الاناليتكس هنقفل بس دي كده وبعدين نستنى كده لحظة. تمام هنلاقي هنا اهوت الواتساب لينك كليك اتسجل عندنا، ادي اللينك تكست شات اون واتساب، وبعدين ادي اللينك يو ار ال ده الرابط بتاع الواتساب. وبنفس الطريقة تقدر تعمل تتبع كده لأي زر موجود عندك أو أي رابط موجود عندك جوه الصفحة. بتختار أنت بس كده التريجر بتاعه وتعمل التاج بتاعه بنفس الطريقة اللي احنا شرحناها،
وتقدر تعمل له تتبع وتبعت البيانات ديت لجي اي 4. وزي ما اتعودنا طبعا ما ننساش نعمل ببلش للتغييرات ديت عشان تتحفظ عندنا. نختار اسم كده يوصف اللي احنا عملناه وبعدين ندوس على ببلش. خلينا بقى نشوف ازاي نعمل تتبع للفورم سبمشن او اللي هو ملء النموذج. لو انت عندك نموذج توصف في الموقع وعايز تعمل تتبع لكام مرة حصل ملء النموذج ده، فلو جينا نرجع كده لجوجل اناليتكس هنلاقي ان جوجل اناليتكس موجود فيه بشكل افتراضي تتبع للفورم سبمشن. بس احنا هنعمل ديسيبل للاوبشن ده جوه جوجل اناليتكس عشان نعمله من جوجل تاج مانجر ويكون عندنا تحكم اكتر. فعشان نعمل ديسيبل للقصه دي هنروح هنا كده على الداتا ستريم، بعدين نختار الجزء اللي احنا شغالين عليه او الموقع اللي احنا شغالين عليه. هنلاقي هنا كده العلامه بتاعه الانهانسد ميجرمنت، العلامه اللي هي بتاع الترس دي. لو دوسنا عليها كده او دوسنا على فيو مور هنلاقي ان الفورم انتر اكشن بيحصل، يعني تتبع للفورم انتر اكشن بشكل تلقائي على جوجل اناليتكس، لكن احنا عايزين نوقف الجزء ده. فننزل هنا كده على الفورم انتر اكشن وبعدين نعمل دي كده اوف وبعدين نعمل سيف. هنقفل الجزء ده وبعدين نرجع على جوجل تاج مانجر، وبنفس الطريقه هنفعل الفاريبلز الخاصه بالفورم. هنروح هنا كده على البيلت ان فاريبلز، هندوس هنا على كونفيجر وندور على الجزء الخاص بالفورم. زي ما احنا شايفين نعلم على كل دول هنلاقيهم ظهروا معانا هنا في البيلت ان فاريبلز. فخلينا الاول كده نعمل بريفيو. ادي الصفحه بتاعتنا، صفحه الكونتاكت اللي موجود فيها الفورم. هندوس على كونكت وبعدين كونتينيو. خلينا بس نبعت التاج اسيستنت ده هنا كده شويه. ده كده الفورم بتاعنا في البيانات ديت. انا هملاها بسرعه وبعدين ندوس على سند ونرجع للتاج اسيستنت نشوف ايه اللي اتسجل معانا. انا هنا دخلت البيانات بتاعه الفورم وبعد كده هدوس على سند. هيظهر معانا كده رساله التاكيد ان تم استقبال البيانات. لو رجعنا هنا كده على التاج اسيستنت رحنا على الجزء بتاع الفورم سبميت، وبعد كده تحت الاي بي اي كول هنبص نلاقي فيه كاستم ايفنت اسمه فورم سبميت. الايفنت ده اصلا مبعوث للداتا لاير عن طريق الاضافه اللي هي اللي عامله الفورم اللي كان موجود هنا ده. فاحنا ممكن نختار ان احنا نعمل الكاستم ايفنت بتاعنا ده هو التريجر، وبعد كده نعمل التاج بتاعنا على هذا الاساس. لو جينا نبص كده هنا على الجزء بتاع الفاريبلز هنبص نلاقي الايفنت او الكاستم ايفنت اللي هو بتاع الفورم سبميت. لو نزلنا على بقيه الفاريبلز الخاصه بالفورم زي الفورم كلاسز والفورم اليمنت الفورم اي دي، فهنلاقي للاسف ان هم undefined. ده بيرجع للديفلوبر اللي عمل الويب سايت، او في الحاله بتاعتنا هنا ديت نوع الاضافه اللي طلعت الفورم ده. في اضافات بتحط البيانات ديت واضافات لا، فالاضافه دي مش حاطه الحاجات الخاصه اللي هي زي الكلاسز والفورم اي دي او الفورم اليمنت. فاحنا هنا كل اللي نقدر نستفيد بيه ان احنا لو جينا هنا كده على الداتا لاير هنستفيد او هنعمل الايفنت بتاعنا هيكون الكاستم ايفنت اللي هو بتاع الفورم سبميت، ونقدر بس نبعت الجزء اللي هو بتاع الفورم اي دي. هنرجع كده لجوجل تاج مانجر بنفس الطريقه، هندوس على التاجز بعدين نيو تاج، تاج كونفيجريشن، جوجل اناليتكس، جي اي 4 ايفنت، نختار الميجرمنت اي دي وبعدين الايفنت نيم خلينا نسميه فورم سبميت. بعدين هنختار التريجرنج، هيكون معانا هنعمل نيو كاستم ايفنت. ننزل هنا تحت كده نختار ان هو كاستم ايفنت الاسم بتاعه فورم سبميت زي ما هو موجود في الداتا لاير. بعد كده نديله الاسم ونعمل سيف. بعدين هنا قلنا هنضيف البارامتر، مفيش عندنا غير الجزء اللي هو بتاع الفورم اي دي فورم اي دي. بعدين هنعمل له ان هو داتا لاير فاريبل، هندوس على عشان نعمل واحد جديد فاريبل كونفيجريشن داتا لاير فاريبل. هيكون موجود بالشكل ده لان هو كان موجود تحت الايفنت موديل، ونديله الاسم ونعمل سيف. نتاكد ان كل حاجه معانا سليمه وبعد كده ندي اسم للتاج ونعمل سيف وبعدين نعمل بريفيو، نعمل كونكت وبعد كده كونتينيو. هنرجع للتاج اسيستنت نعمل كونتينيو. ده كده الفورم ستارت، الفورم كده بدا معانا. هنروح هنا كده ونملى البيانات وبعدين ندوس على سند، ظهرت معانا رساله التاكيد. هنرجع هنا كده على التاج اسيستنت هنلاقي الفورم سبميت، وهنلاقي ان في جوجل A4 الفورم سبميت تاج سكسيدد فايرد. لو جينا نشوف ايه البيانات الموجوده هنا هنيجي نبص نلاقي هنا كده البارامتر بتاعنا الفورم اي دي، بعد كده الفورم الاي دي ده. لو انت عندك اكتر من فورم في الويب سايت بتاعك هيظهر الاي دي بتاعه هنا بشكل مختلف اكيد. لو رجعنا هنا كده على جوجل اناليتكس بعدين نزلنا هنا كده على ديباج فيو هنلاقي معانا هنا كده الكاستم فورم سبميت. لو نزلنا هنا كده على الفورم اي دي هنلاقي معانا هوت الفورم اي دي. وطبعا ما ننساش نعمل حفظ للتغييرات اللي عملناها في جوجل تاج مانجر. نروح هنا كده ونعمل سبميت وبعدين نختار اسم يوصف كل التغييرات اللي عملناها. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاع النهاردة اللي اتعلمنا فيه ازاي نعمل تتبع او تراكنج للاحداث اللي هي خاصة بالسيرفيس بيزنسز او الليد جنريشن. ان احنا اتعلمنا ازاي نعمل تتبع لزرار الكول. لو انت عندك رقم تليفون ازاي تتبع عدد المكالمات الناس دست على الزرار بتاع التليفون ده.
وازاي تعمل تتبع لرقم الواتساب او التواصل عن طريق الواتساب. واخر حاجه كان ازاي ان احنا نعمل تتبع للسبميت فورم او نموذج التواصل. نشكركم على المشاهده ونراكم على خير. السلام عليكم.